السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ظهور هذا الفيلم الذي يسمى سجين، تساءل العديد من الناس في جواز مشاهدته أو تحريمه، فاليوم سنرى في هذا الفيديو رأي العلماء في هذا الموضوع، وهل هناك حالات يمكنك مشاهدته فيها. لا تنسوا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهيا لنشاهد الفيديو. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة. فيلم سجين ده فيلم رعب اندونيسي بيتكلم عن السحر. تاه بتحب ابن عمها فتقرر تسحره عشان يبادلها الحب ويطلق مراته. سحر مذكور في القرآن هو من كبائر الذنوب، بل البعض قال بكفر الساحر. سحر التفريق من اشد انواع السحر، وربنا ذكره قال تعالى يفرقون به بين المرء وزوجه. للأسف في ناس كتير بتستحل ده، وده عقابه كبير قوي عند ربنا. سجين يعني السجن الصغير الضيق، وده مصطلح قرآني موجود في سورة المطففين. قال تعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. حكم مشاهدة الفيلم ايه؟ الفيلم المشهور قوي ده شديد الرعب والحاجات المؤذية نفسيا، حرام الإنسان يعذب بها نفسه. وياما شفت ناس كتير دخلوا في حالات نفسية سيئة بسبب مشاهدتهم لأفلام الرعب، خصوصا البنات، لأن مشاعرهم رقيقة والخوف بيتملكهم بشدة وبسرعة كمان. أنا ما شفتش الفيلم، لكن منتشر عنه إن نستخدم طلاسم سحر حقيقية، كمان تعاويذ ومحنطات لقطط وكلاب اللي هم بيقولوا إن هي بتنشر السحر، كمان لفافات مكتوب عليها بالقرآن وقرآن بيتلى وخلفيته موسيقى. لو ثبت هذا عنه فقد تأكدت الحرمة، فاحذر وحذر الناس منه.